أبو نوح. من فترة انتشر فيديوهات لواحد اسمه أبو نوح وهو بيعذب قطط بأبشع الطرق وبينشرها على السوشيال ميديا. مع ذلك شفت ناس كتير الحمد لله اتكلموا في الموضوع لغاية ما الموضوع وصل للداخلية. طبعا ما طلعتش مفاجأة لما مامته اعترفت ان هو عنده اضطراب نفسي. أنا بجد مش مستغربة الموضوع ده لان دي مش واقعة فريدة من نوعها. شفنا أبو نوح في واحد زي اللي غدر بكلبة في العمرانية وهي نايمة وضربها بالعصاية لغاية ما موتها قصاد أولاده. شفنا أبو نوح في واحد في كفر الزيات اللي راح شنق كلب مسالم كل الأطفال في الشارع بيحبوه. شفنا زي أبو نوح واحد دفن كلبة حامل بعد ما شنقها لمجرد انه ما بيحبش الكلاب. شفنا زي ابو نوح عندنا في الشارع اللي خد كلبه من الكلاب بتاعتنا المتعقمه ومتطعمه والمسالمه جدا، راح شنقها رماها قصاد العماره اللي كانت تقعد فيها. الناس اللي زي ابو نوح موجودين كتير حوالينا ومش بيخلصوا. ممكن يكون في جارك، في البواب، في الراجل اللي بتشوفه بيصلي الفجر كل يوم لكن مش مقتنع بالرحمه بالحيوان. الناس اللي زي دي هيفضلوا لحد امتى مش خايفين من اي عقاب؟ تانيين كام حيوان يموت متعذب بسبب اشباه البشر اللي عايشين وسطينا دول من غير ما يكون في قانون متفعل ضد تعذيب الحيوانات.